يوسف محمد فخر الدين اتولد في 15 يناير سنة 1935 بحي مصر الجديدة. والد الفنان يوسف فخر الدين مصري سعودي مسلم، كان بيشتغل مفتش للري في الفيوم. والدته كانت مجارية مسيحية متطرفة. هو الشقيق الأصغر للفنانة الراحلة مريم فخر الدين. يوسف كان مكروه من شقيقته وهو صغير، وكانت ترى مريم إنه جاء ليأخذ مكانها، خاصة إنه عندما ولد نام أول ليلة في غرفتها، ونامت هي في غرفة والدها. وقالت إنها عندما أصيبت بالسعال ذات مرة وأمر الطبيب بإبعادها عنه حتى لا تصيب بالعدوى، كانت تنتهز فرصة انشغال والدتها بالأعمال المنزلية وتقرب منه وبتسعل في وجهه حتى يمرض ويموت. لكن الأمور دي كلها اتغيرت لما كبر يوسف وأحبت أخاها حبا شديد. كان بيبكي وهو صغير ظنا إن شقيقته ستموت قبله، لأنها كانت أكبر منه ب4 سنين، وعلشان كده أعتقد إنها هتموت قبله ب4 سنين، لذلك كان بيبكي دايما حتى أحبته مريم. حصل يوسف فخر الدين على الثانوية العامة سنة 1955، ولكنه توقف عن الدراسة الجامعية منذ العام الثاني. ورغم ذلك وتربيته المنغلقة وأسرته المتشددة كان بيتقن 4 لغات. بدأ يوسف فخر الدين مشواره السينمائي سنة 1957 وتقاضى 100 جنيه كأجر، وده كان من خلال فيلم رحلة غرامية مع الفنان شكري سرحان وأحمد مظهر وأخته مريم فخر الدين. وشارك صدفة حيث كان مع أخته أثناء التصوير، وكان دور شقيقها في الفيلم مازال شاغر، فطلب منه المخرج محمود ذو الفقار أن يظهر بالفيلم ويأخذ الدور، ووافق وبدأت رحلته الفنية. الفنان يوسف فخر الدين اشتهر بالولد الشقي في أغلب أعماله، ومن أهم أعماله دايرة الشك والرغبة والثمن وبيت الطالبات والشياطين في أجازة وأول حب وإحنا التلامذة ولصوص لكن ظرفاء وأخو البنات والبنات والصيف والثلاثة يحبونها وشاطئ المرح. يوسف ما كانش محب للفن على الرغم إن أفلامه تجاوزت 100 عمل، وده اللي قالته أخته في حوار سابق ليها مع الإعلامي إبراهيم عيسى في برنامج حمرة. أخته مريم كانت وراء إفساد أخلاقه، وذلك بعد ما أحرجه مخرج فيلم الأول محمود ذو الفقار بسؤاله عن علاقته العاطفية، وهو يعلم إن يوسف فخر الدين لم يمتلك تجربة واحدة على الإطلاق، وشجعه على إقامة علاقة مع جارتهم المطلقة، وذهب إليها أثناء غياب أسرتها عن المنزل، ولكنهم عادوا فجأة واضطر المكوث في البلكونة وسط أجواء شتوية عاصفة. ورأته أخته من النافذة فألقت إليه ببطانية وبات ليلته هناك، وفي الصباح عاد إلى المنزل وهو يلعن أبو البنات على حد قولها. اتجوز الفنان يوسف فخر الدين بعد قصة حب كبيرة من الفنانة الراحلة نادية سيف النصر، واللي كانت عميلة للمخابرات المصرية أثناء ترأس صلاح نصر لها، حيث قالت مريم في مذكرتها: صلاح نصر رئيس المخابرات وقتها أراد أن أنفصل عن زوجي الدكتور الطويل، لجأ إلى حيلة الهدف منها أن أشك بزوجي، فلفق له حكاية مع زوجة شقيقي نادية، لكن تبين بعد ذلك أن الأخيرة كانت تتعاون مع نصر وعميلة للمخابرات. كان رحيل زوجته نادية على أثر مسرحها في حادث سيارة مروع ببيروت في 27 فبراير سنة 1974. بالغ الأثر السيء في نفس يوسف فخر الدين، حيث إنه دخل في حالة اكتئاب شديدة. وأثناء عمل الفنان يوسف فخر الدين في مسلسل مع الفنان حسن يوسف والفنانة ميرفت أمين، وكان بيتم التصوير باليونان، اتعرف على الماكيرة الخاصة بالفيلم. وكشف المكير محمد عاشور في برنامج ممنوع العرض، وقال إن يوسف أخبره قبل الانتهاء من التصوير إنه لن يعود إلى مصر وإنه سوف يعتزل التمثيل. وتزوج يوسف فخر الدين من المكيرة وقال لها: أنا هنا حياتي، أنا ماليش حظ في مصر. واستقر في اليونان، ولكنه كان بيزور مصر سنويا للاطمئنان على أخته. وبعد استقرار الفنان يوسف فخر الدين وزواجه من يونانية، اشتغل في أعمال كتير ليس لها علاقة بالفن. اشتغل موظف استقبال في أحد الفنادق وباع إكسسوارات إلى أن أصبح رجل أعمال كبير في آسيا. وبعد عودته إلى مصر كان الفنان يوسف فخر الدين في زيارة قصيرة لأخته مريم فخر الدين، شعر بألم شديد دخل على أثره المستشفى ليخرج منها على كرسي متحرك، ظل مصاحبا له حتى رحل في 27 ديسمبر سنة 2002 عن عمر يناهز 67 سنة. وتم دفن الراحل يوسف فخر الدين في مقابر الأقباط في أثينا لعدم وجود مقابر للمسلمين هناك، الله يرحمه. أنا كده خلصت الفيديو، بس قبل ما أمشي اوعوا تنسوا لايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات. أسيبكم في رعاية الله وأمنه وحفظه، والسلام عليكم.